السلام عليكم البنات المهمات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو هذا يلقاكم ان شاء الله في صحه جيده وفي ظروف جيده واحوال جيده. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله يا ربي بنديو الاجر العظيم كاملين، نصليو على النبي الحبيب. المتتبعات ديالي الوفيات، الله يحفظكم وشكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بكل خير على اي حاجه كديروها معايا من مشاهده، تعاليق، لايكات، الله يجازيكم بكل خير. والمشتركات جدد كنقول لكم اختي مرحبا بكم في القناه ديالي، مرحبا والف مرحبا. كما كنقول دائما القناه قناتكم والدار داركم، ومرحبا بكم في اي وقيته، وشكرا لكم بزاف. واللي باقا ما شاركاش كنتمنى انها تشاركوا، ديري واحد لايك وواحد التعليق زوين. الله يجازيك بخير اختي، باش تحفزيني ونزيد نبقى نعطي ونزيد لقدام. راه اختك مره كيجيها الفشل وبتعاليقكم وباللايكات ديالكم باش كنزيد نتحفز. الله يحفظكم كلكم. كيف ما شفتوا هذا فيديو جديد وروتين جديد وطاقه ايجابيه جديده بديتو معكم من الفطور. المهم البنات انا بغيت نصاوب الحرشه بالسميده البيضاء. انا ما كاينش راجلي، كان غير انا ووليداتي، كنت مع مقاريه حتى العشيه. قلت غنصاوب الحرشه المهم بالسميده البيضاء حيت راجلي ما تيحملهاش. قال لي ملي كديري كتجيني الحرشه بحال ديال الزنقه، وهذيك بالعكس ديال الزنقه ما تيحملهاش. قال لي هذيك ديال الزنقه نيت راه بالسميده البيضاء باش كيديروها. داكشي باش انا كنخلي حتى ما كيكونش عاد كنديرها، وهي اصلا كتجي زوينه وبنينه الصراحه. صافي كيف ما شفتوا هنا درت لها المهم واحد شويه الملحه. المهم وريت لكم درت يمكن بداك الكاس شي 4 الكيسان. درت شويه الملحه، واحد الخماره وصافي، ودرت واحد المعلقه ونص تقريبا ديال الزبده، وزدت الزيت باش بستهم مزيان. وهنايا غادي ندير الاخر العسل، معلقه ديال العسل، حيت راكم عارفين السميده البيضاء يعني كتبقى واخا كطيبيها كتبقى بيضاء. وانا قلت نبدل ليها اللون، واخا انا ما خصنيش ناكل هذا السكر وهذا، ولكن غير باش نبنها لوليداتي ياكلوها. صراحه عجباتهم يا البنات وكلاوها، وما نكذبش عليكم حتى انا كليتها يا اختي، حتى انا عجباتني وفطرت بها ولاني درت دوايه يعني درت الدوايه عاد فطرت يعني ماشي مشكل. المهم مره بنادم كيتشهى وكيدير شي حاجه. والله الا عرفتي داك العسل الا جابها محمره تبارك الله، جا واحد اللوين فيها زويون. صافي المهم كيف ما شفتوا خلطتها بالماء. المهم تما الماء زدت عليه واحد شويه ديال الماء سخون باش غير ندفي شويه داك الماء، نهرسلو ديك البروده ديال الروبيني. صافي وخلطتها غير بالصبيعات ديالي. وهنايا درت المقله كنت رشيت عليها ديك السميده اللي كنت دايره في الطبسين اللي مبسبساها، وصافي وحطيتها. نتوما كتشوفوا يعني راه الفيديو شارح نفسه. وطريقه الحرشه ديالي هي هذه، سواء كانت السميده الصفراء ولا السميده البيضاء، يعني ما كاينش شي اختلاف. بحال دابا انايا غير زدت واحد المعلقه ديال العسل، وفي الصفراء ما زدتها، ما كندير فيها لا سكر لا عسل لا والو، كيعجبنا داك اللون المذهب فيها. ها نتوما كيف كتشوفوا تبارك الله عرفتي جا فيها داك اللوين على مزويناتو. المهم البنات هنا غادي تشوفوها غادي تقولوا تشقات ليا، هي راه ما تشقاتش ليا البنات. جيت باش نقلب ملي قلبتها فوق، جيت نقلبها من المقله وحطيت عليها المقله في واحد الجنب مع التكويت، وانا نبرك عليها في واحد الجنب وصافي، وهي تهرس ليا شويه من داك الجنب. ها نتوما راه مشقوقه ما والو، يعني كتجي زوينه والله الا جات تفني. ونايا البنات ولذيذه، السميده البيضاء كتكون لذيذه. صافي المهم انا حطيت لهم داكشي اللي قسم الله، حطيت انا اللي الزبده، وهما حطيت لهم الشوكولات. ودرت لواحد كان عندي صراحه كانت عندي القهوه في الثلاجه، سخنت داك الكويس وهما عمرت لهم اتاي. صافي واللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. المهم انا غير قلت لكم دائما وكنقولها ونعاودها، كنشارك معكم الفطور والغدا والعشاء، مش المهم العشاء قليل فاش كنشاركوا معكم، غير كتحفيز اللي كتعكز على فطورها تنوض ديرو، اللي كتعكز على غداها، ولا المهم اي حاجه، ولا الشقه وشحال من حاجه. يعني انا روتينا فيديو ديالي كلهم روتينات، غير روتين تحفيزي. ما كنعلمكم البنات، ما كان نتوما تبارك الله راه كل وحده حاذقه وعارفه اش كدير في دارها. وانا حاجه وحده اللي كندير هو شويه ديال التحفيز. يعني راه مره كيجينا واحد العكز كنا يا البنات، والله الا كنا راه انا كيجيني وشي خطره كنميك على الدار كنخليها نيت مقلوبه. صافي ملي كتشعل لي البوله في الراس، البوله الحمراء كنضرب على كل شيء رحنا عيالات وزعما وراه كنعياو صراحه. ودغيا والعيالات سبحان الله دغيا كتخسر لهم
ملقانه. ايوا صافي البنات غير فطرنا وجمعت المهم جمعت الطبله ديال الفطور وهنا جيت باش نمسح البوطه ومسحت شي شويه. هذوك القريعات كانوا شي شويه بحال يعني بحال اللي توسخوا شويه، حيت دابا باقا فيهم العطريه قلت حتى ان شاء الله يخواو تقريبا من العطريه ونغسلهم. واصلا راه القرعه اللي كتخوى ليا من العطريه ديالها كنغسلها بوحديتها، ما كنشاركش معكم حيت كتكون قرعه وحده ما كاين ما نشارك معكم، يعني غير اللي خوات لي كنغسلها وكنخليها حتى كندير فيها عطريتها صافي. وغندوز على هذا البوطاجي حتى هو غادي نفركو المهم غندوز على الكوزينه وداكشي راه غتشوفوا الفيديو راه غيكون يعني راه كلشي باين فيه. وهنا بغيت نهضر على واحد التعليق ديال واحد الاخت كانت دخلت عندي مسكينه في الفيديو اللي فات، وصراحه داك التعليق ديالها اثر فيا ما نكذبش عليكم. قالت لي مسكينه سمعوا التعليق البنات، قالت لي الله يسهل عليك اختي سميه ويحقق لك ما كتمنى يا ربي. انا اكتشفت القناه ديالك في واحد الروتين كتهضري فيه على مرض السكري، وانا اختي هذه سنوات وانا مكتئبه والنفسيه ديالي مريضه، ما عندي خاطر دابا في عمري 26 عام وهذه 10 سنين منين جاني السكري وعندي الانسولين بحالك. من بعدها شحال من واحد كيجي يخطبني كيعرف عندي السكر كيقول لي صافي، وشحال من هضره كنسمعها كضرني في خاطري وديما غير كنبكي. ولكن الحمد لله ملي كنشوف روتينات ديالك كنرتاح وكتحفزيني باش نوض حتى انا ونكون ناشطه بحالك. دعي معايا اختي نرجع كيف كنت قبل، غير في نفسيتي بعدا. والله شافيك حتى انت ويخلي لك وليداتك. الله يشافيك حبيبتي حتى نتيا والله يعطيك صحتك، وان شاء الله دابا ترجع النفسيه ديالك مزيانه. الا بغيتي نفسيتك ترجع مزيانه شوفي اختي ما تديها حتى في شي واحد اللي بغى يهضر، اللي بغى اللي بغى يقول شي هضره خليه يقولها. المرض ديال سيدي ربي، راه ماشي حنا اللي كنديروا المرض لصحتنا. يعني مادام ربي كيصيبنا بشي مرض ولا بشي ابتلاء الا وراه الحمد لله ربي كيبغينا. يعني مادام كيصيبك بابتلاء وهذا يعني الله يجعلها كنقولوا كيف ما تنقولوا دائما الله يجعلها مغفره الذنوب، يعني ربي كيغفر لك فيهم الذنوب. وزيدون مرض السكري ولا الطونسيو ولا هذا اختي مرض العصر، ما كاينش شي واحد اللي ما مريضش بهذا يعني غير السكر تقريبا راه اللي كنشوف وليدات صغار بنيتات يعني تقريبا كلشي مريض بالسكري. وماشي عيب هادوك اللي كتشوفيهم اختي بحال هكا، يعني غادي تعرفي عقليتهم اللي كيقولوا لك تيجيو يخطبوك كيعرفوا فيك السكري وتمشيو ربي دالك الخير، يعني حسن الا مشاو بحالهم. يعني هادوك ما يتقبلوكش كيف ما نتيا ما عندك ما ديري بهم اختي. نصيحه مني وحمدي الله وشكري مني كيمشيو بحالهم ملي تيعرفوا راه عندك المرض وكيمشيو. يعني ربي ما عارف راه ما عندكش فيهم الخير داكشي باش كيمشيو بحالهم. والانسان اللي غيكتبوا لك سيدي ربي دابا يجي ان شاء الله، وغادي يكون ان شاء الله انسان واعي ومتفاهم. يعني راه شنقول لك راه دوك الناس انا بعدا كنحسبهم متخلفين ويسمحوا لي بعدا، انا بعدا كنحسبهم متخلفين، يعني انهم كيحكموا عليك بالمرض والمرض هو ديال الله ماشي ديال العبد. يعني كنسميهم انا متخلفين، يعني الناس ما واعيينش ما فيها حتى شي حاجه. اختي لك مرضين مالي انا مريضه وكنوض كندير الدواء ديالي وكنوض نشقى على راسي. ما اش وقع اشنو واقع كاع في الدنيا، راه كاين لكل واحد وشنو فيه، كل واحد باش بلا الله. راه اللي ما فيه السكري فيه طونسيو، اللي ما فيه طونسيو فيه الكوليسترول، اللي ما فيه الكوليسترول في ضارينو الركابي ضارو العظام ضارو كل واحد وشنو فيه. ماشي ضروري يعني صافي راه السكري تيخلع. انا بعدا متعايشه معاه جاني عادي. ونصحك اختي ما تبقايش ديري في بالك هذا الشيء وسيري، يعني بقاي ديري الرياضه وخرجي وضحكي مع راساتك. والمهم كوني قويه وديري الرياضه ديالك باش تحرقي السكر وتبعي الانسولين ديالك، وكوني قويه وما تديها حتى شي واحد. لحقاش الا ضعفتي للمرض الا وليتي ضعيفه لذاك المرض يعني صافي حتى الناس غادي يشوفوك انك راكي ضعيفه. يعني شنو هو اللي ضعفك بحال هكاك؟ راه المرض اللي مضعفك. يعني انت ما عندك صحه لا للدار ولا الوليدات ولا شحال من حاجه. داكشي باش اختي تهلاي في راسك وديري رياضتك وكوني يعني نسي عليك كاع انت اختي داك الزواج ما ديريش بالك حتى ملي غيبغي ربي يكتبولك راه غيكتبولك. وهادشي اللي غادي نقول لك اختي والله يجيب لك الشفاء والله يشافي جميع المسلمين وشافيني حتى انا يا ربي يا كريم. المهم هنا البنات كيف ما شفتوا غنشارك معكم غريبتي عاوتاني. هاد الغريبه البنات قالت لي راجلي والو ديري لي الغريبه عاوتاني، وقلت غنديرها غير هو قال لي ديري لي مقادير مضوبله ما ديريش لي ديري زعما غير شويه. ايوا صافي كيف ما شفتوا درت المهم في الاول واحد شويه ديال الملحه ودرت 2 كيسان ديال سنيده. دابا انا درت 2 كيسان ديال الزيت ومن بعد المهم
هنا كما قلت لكم غندير المقادير المضوبله، واللي بغات دير عاوتاني غير كاس كيف ما درت في المره الفايته دير وصافي. انا غير بغيت نشارك معكم يعني داكشي اللي درت في نهاري، ونتمنى تقبلوا على الفيديوهات ديالي وعلى الروتينات ديالي. وصافي البنات، هنا كيف ما شفتوا كنحرك سنيده مع الزيت مزيان، نحاول ندوبها شي شويه وصافي. غنبقى معها شي شويه غير شويه صراحه، حيت راكم عارفين السنيده مع الزيت ما المهم كندوبو شي شويه وصافي. يعني ماشي ما كاينش شي حليب ولا شي حاجه باش غدوب ديك السنيده، ولا يعني شي من غير الزيت. صافي كيف ما شفتوا كان عندي واحد نص كاس ديال الجنجلان كنت حمرته. هو عندي البنات الجنجلان، ولكن نقيت غير شويه صافي، عجزت انني نقي داكشي الاخر. يعني اللي بغات دير كاس ديرو من الاحسن، تجي غريبه زوينه. انا درت غير نص كاس وصافي، ودرت واحد المعلقه ديال القرفه، وغنبقى نحرك مزيان. دابا غادي نبقى نزيد الدقيق. المهم شوفوا البنات، غادي ندير هنا في المقادير المضوبله يعني 6 الكيسان. في المقادير الفايتين اللي درت 3 الكيسان ديال الدقيق. دابا هنايا حيت مضوبله راه 6 الكيسان وكتجي لاصقه 3 الكيسان لاصقين سبحان الله العظيم. صافي وغنبقى المهم ضروري نغربلوهم. المهم ضروري البنات من التغربيل. شوفوا انا شتي هاد الباكيات اللي شتي دابا هاد الباكيه هادي اللي شريت اللي خديت معاكم داك النهار في التقديه. صدقات هذه المهم مزيانه، ما فيها لا داك دوك الدويدات لا والو. والباكيه الاخرى يا البنات صدقات ليا عامره، وهما راه جبتهم في نفس الوقيته نتوما كتشوفوا. المهم ضروري تغربلو مزيان. صافي المهم انا عاوتاني كيف ما شفتوا زدت واحد جوج ماشي جوج، ربعه ديال الخمارات. مشيت انا مع المقادير الاولين، 4 ديال المقادير ديال الخمار. ما تديوش عليا البنات، والله يا البنات ما شكيت عليكم الا راسي دارني وعاكسه كندخل نخرج في الهضره. هادشي اللي كاين. ايوا صافي اختي غادي نخلط داكشي مزيان المهم حتى ينسجموا العناصر كيف ما كنقولوا، حتى كتشوفوا ديك يعني ديك العجينه يعني تقدروا انكم تجمعوها في يديكم. يعني كتعرفوا كل وحده غادي تعرف يعني القياس ديال الحلوى. بحال نتوما كيف ما شفتوها يعني تجمع لكم بحال هكا، وما تكونش عاوتاني قاصحه وما تكونش رطبه باش تجيكم هي هذيك مزيانه. يعني على حسب عاوتاني كل دقيق، وعلى حسب البيض عاوتاني مشيت انا مع البيض، وعلى حسب الكيسان ديال الزيت. وصافي صافي اختي وكورت وغنبقى نكور. ها هي هذه ونحط في اللاطه. هادشي اللي كاين اختي. المهم فرحت الراجل ديالي واش غندير، قال لي اختي ديري لي الغريبه وشحال هو تابعني عليها. قال لي ما كرهتش، قال لي ما تحيدش من الدار. والصراحه راه غير انا اللي كنعجز وصافي. وما راه ساهله، ما فيهاش شي مقادير كثيره، وما فيهاش بزاف ديال التماره. والله البنات ما فيهاش بزاف ديال التماره، دغيا يعني راه شنو نقول لكم، راه تقريبا شي ساعه المكانه راه كتكوني تواجده تبارك الله. مع اننا كنديروها نيت في الفران لتحت دغيا كتفكع ودغيا نيت كطيب صافي وكطلعها شي شويه الفوق وهي طايب، حيت هي ما خصهاش تحمر بزاف عاوتاني. المهم انا غنديرها في الفران اصلا خصو يكون سخون البنات. انا راه مسخناه. ملي بديت غير بديت كنكور صافي درتو كيسخن باش يلاه يجيني نيت مع منين نسالي اللاطه يجيني هو هذاك. صافي درتو لتحت على ما يعني ملي كتفكع ولا كتفرقع ديك الغريبه صافي غادي نطلعها للفوق. ايوا صافي المهم هنا البنات راه غير درتها في الفران وجيت هنا باش نشارككم معكم هاد التقديه هادي. المهم شوفوا البنات هاد البطاطا هادي كان جابها راجلي من حومه الحداد نيت، لقاها يعني ثمن مرخف مزيان، لقاها كيعيطوا لها ب3 دراهم ونص، وهو يجيب لي شي 5 كيلو تما ولا ما في 6 كيلو. قال لي راه لقيتها رخيصه وانا نجيبها. وحتى البصله لقاها ب3 دراهم ونص وحدانا هنايا المهم ب6 دراهم. وماشي غير حدانا، راه اصلا حتى حومه الحداد راه ملي كتبقاي تدوري كل واحد يقول الثمن ديالو. هادشي كان جابو البارح، وانا منين ديت معها المدرسه منين ديتها وجيت نيت في هذا النهار هذا منين ديتها مع الجوج ودزت لحومه الحداد ومشيت جبت المهم جبت مطيشه. هذيك المطيشه جبتها ب3 دراهم، يعني جبت ماشي 2 كيلو ولا ما بقيتش عاقله. والجلبه انا جبتها ب 14 درهم. والخيار جبتو قال لي 6 دراهم ولا 7 دراهم. جبت المهم داك الحبات اللي تما حسب لي يمكن تما شي 5 دراهم.
وصافي. وجبت هاد المندرين جبتو تا هو ب6 دراهم. وهاد النبيل هذا حتى هو حيت باقي حنا ما كليناش قلت غندي ناكلو ندوقو منه حتى هو 6 دراهم. والله الا زوينه البنات. والتفاح حتى هو نتوما كتشوفوا هذا الاحمر هذا 6 دراهم حتى هو 6 دراهم. حنا راه ما كاينش عندنا داك الرخا ديال 3 دراهم 4 دراهم في الديسير ولا والو. الا كانت شي حاجه غتكون شي شياطه ما فيها ما يتكل. ايوا هنا اختي يقولوا لي مبروك مبروك عليك سميه. ها انتم علاش شفت الحومه الحداد قلت غنمشي نجيب الطابليه وديك الشيته ولكن ديك الشيته والله ما لقيتها هي البنات. عييت ما نقلب عليها في دوك المعارض اللي كاينين تما وجبت اختي الطابليه. وكنقول لكم ها انتم كيف جاتني صراحه جبتها غير ب5 دراهم غير من هذوك ديال 5 دراهم ما جبتش هذوك اللي كيديروا 13 درهم. جبت غير هذيك نعدي بها المهم حتى نشوف نجرب وصافي حيت انا راه ماشي مدمنه عليها والله البنات. الا حيدتها ورميتها فوق الفران وشعلت الفران وذوبتها من واحد الجهه باش تعرفوني راني مولفه بالطابليات. بقيت كنضحك على راساتي. ايوا صافي غير وريت لكم شاركت معكم الخضره صافي وانا نحيدها رديتها كل حاجه لبلاصتها. وجيت هنا بغيت ندير المريقه في القويميله. تشهينا صراحه في القويميله مره تيقول لي راجل ديريها في القميله كتعجبو ديك يعني ديك الطيابه القميله ديال شحال هادي. ايوا صافي درت شي شويه ديال الدجاج درت واحد البصيله واحد الميطيشه واحد الدريس ديال الثومه حكيتو واحد غير قسمته وحطيته تما وشويه ديال الربيع ومهم ولا عطريه راه المهم كتعرفوا المريقه. المهم انا عاد نشارك معكم يعني داكشي اللي كندير وصافي. هادشي اللي كاين البنات. وهنا بغيت نرد على واحد الاخت كانت قالت لي مسكينه قالت لي الله يعاونك مع وليداتك. نصيحه ليك اختي حاولي تجمعي بشويه بشويه وشري اسبيراتور يهنيك من الغبره وما تبقايش تنفضي الفراش بحال الزرابي وسط الدار. واش نقول لك اختي سيري الله يحفظك والله يسهل عليك والله يجيب رزق اختي. والله ما كرهت اختي ديك الاسبيراتور ولاني المهم بشويه بشويه ان شاء الله. دابا كلشي نديرو ان شاء الله باذن الله غير الله يرزقنا. ما كرهتهاش اختي والله لا الغبره قتلاتنا. اما النفيض ما كنفضش تقريبا بزاف راه غير منين دابا حيت عصره الغبره نايضه باش تجيني نفض ديك الغبره داك الموكيط داك النهار يعني ما كنفضش بزاف. ايوا وعندك الصح نيت مع دابا نيت غير كتنفضي نيت راه الغبره كتبقى كطير نيت كطير كاع في القنات. وشكرا لك بزاف اختي والله يجيب الرزق. دعيو معايا سهل علي صدر ربي ونشري شحال من حاجه خاصاني شحال غير المهم الله يجيب الصحه والسلامه والرزق هادشي راه نقول لكم. وهنا كيف ما شفتوا صافي درت القويميله يعني تشحرت مزيان. وهنا كنرويها بالماء طايب كنت درت المقراج كيطيب صافي. المهم مريقه عاديه المهم راه كلشي تبارك الله كيعرف يدير. كنقول لكم وكنعاودها كنشارك معكم داكشي اللي كندير. وهنا البنات حديت فكرت البنات واحد الاخت عقلتو هذيك الاخت اللي كنت قلت لكم واحد النهار متتبعه وفيه عندي صراحه قالت لي دعي مع لوسي راه مريض. قالت لي يحتضر مسكين قالت لي ودعيو مع يعني انه يتشافى وينوض لوليداتو عنده المرانيه ما كتعرفش حتى السوق فين جا. شنو نقول لكم البنات داك السيد مسكين راه توفى. قالت لي راه توفى ندعيو معاه بالرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور. الله يجازيكم بكل خير. والله ملي قالتها لي الا قطع لي قلبي وتفكرت غير وليداتو ومرتو الصراحه. الله يكون معاهم والله يا ربي تكون معاهم هادشي وتصبرهم. وهو مسكين الله يرحمه ويوسع عليه ضيقه القبور ويكون من اهل الجنه يا سيدي ربي يا كريم. هنايا البنات عاوتاني كيف ما شفتوا صافي هنا الغريبه يعني طابت هنا درتها في الطبيصيل. واخا الصراحه سهيت عليها شي شويه كانوا تحمروا ليا شي وحدين من الحمد لله يعني نقدتها قبل ما تحرق ليا كامله. هنا غنوريكم هي كيف كتجي. انا راه كنتقاتل مع الكاميرا باش تصفى. ها هي كيف كتجي يعني كتفرقع وكتجي زويونه بحال هكا صراحه. يعني شوفوا البنات هاد الغريبه راه ناجحه 100%. انا بعدا كتجيني ناجحه 100% يعني ما كنخافش منها. ماشي راه اول مره ولا ثاني مره ولا ثالث مره شحال من خطره كنديرها. وشحال من خطره كنت كنديرها كاع من قبل ما ندير القناه كنت دائما تنديرها. راه غير قلت لكم منين درت القناه راه عجزت وليت مقاتله مع الشقه. هادشي اللي كاين صافي. المهم هنا راك شفتوها كتجي هشيشه دغيا المهم كتفرتت وصافي اختي. هنايا صافي وصلت وقت الغدا كانت صافي جات معها جابها با صافي. وكنت صاوبت انا شي شويه ديال شلاضه بالخس ومطيشه والفجل
الصراحه شلاضه الصراحه زوينه، غير عرفتي شحال هادي ما درتها هي البنات منين دخل البرد تقريبا ما بقيتش كنديرها بزاف، ولكن هي صراحه راه خاصها تكون دائما صراحه في الوجبات. يعني مزيانه الخضره كتكون خضره يعني كتكون هكا ما طايباش، راه صراحه كتكون صحيه. وبالنسبه لينا نيت حنا ني صحاب السكر راه مزيان كتسبقي الطبسيل ديال الشلاضه هو الاول، عاد وتاكلي ديك الساعه المريقه وتاكلي منها غير شويه وما تكثرش من البطاطا وما تكثريش يعني داكشي بحال دابا الجلبانه وداكشي راه ما خصوش ياكلوه. ولاني حنايا المهم المهم ناكلو قياسنا وصافي. ضروري راه المريقه يعني راه ضروري راه الشعب المغربي كامل تياكل المرقه، كيف كان مريض ولا ما كانش مريض ياكلها ياكلها لا هي ولا اتاي يشرب اتاي. ايوا صافي كيف ما شفتو هنا صافي بديت كنحط. هي كتجي مريقه زوينه صراحه في الكويميله، درت مع دوك المزيودات الحمد لله اللهم اديم نعم وحفظها من الزوال. وحطيت معايا شويه ديال الديسير وخبيز. وغنقول لكم هنا كيكون الفيديو ديالي سالا، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. وغنقول لكم بسلامه عليكم وتهلاو في ريوسكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.